السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركاتي الأعزاء، نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير. اليوم حبيت نشارك معكم طريقتي الخاصة في تحمير الدجاجة في الفرن مع الخضر مع التتبيلة اللي نستخدمها أنا. راح تجيكم بنينة بزاف بزاف، وراح نمر مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. اول شيء عندنا الدجاجه تاعنا، لازم نشوطوها، نقيوها ونشوطوها ونغسلوها مليح، ننقعوها في الماء فيه قليل من الخل حوالي ربع ساعه ونجبدوها. راح تكون جاهزة للاستعمال. انا هاد الدجاجه اللي استخدمتها دجاجه صغيره، هي حوالي فيها كيلو 400 غرام فقط، تاع 40 الف، ماهيش دجاجه كبيره. راح نحتاج ملعقه كبيره من الزبده، القليل من الكاتشوب، المطارد، وعندي لهنا فلفل اسود، الكاري والكزبر، عندي حبه ليمون واوراق الرند، عندي 4 فصوص تاع الثوم مبشورين كيما هكاكم تشوفوا فيهم، وعندي معدنوس مقطع قطع. نجيبو حاجة غامقة ونحضروا فيها التتبيله تاعنا. انا هنا حطيت الملعقه تاع الزبده، وراح نضيف عليها ملعقه كبيره تاع لا موطارد، ضروريه جدا، كاين حوايج ضروريين ما نستغناوش عليهم، اما هنا الكاتشوب تقدروا تستغناو عليه، يعني موش ضروري. نحط عصره من الكاتشوب، يعني ما نكترش بزاف. راح نحط الاوراق تاع الرند تاعي، ونضيف عليهم عصره حبه كامله تاع الليمون. نعصروا الحبه كامله تاع الليمون، فوالا. اختاروها تكون فيها العصير يعني مليح، الا كانت ما فيهاش العصير بزاف استخدموا حبتين باش يعطينا كميه كبيره يعني. هنا عندي 4 فصوص تاع الثوم مبشورين. الثوم كذلك ضروري لانه الدجاج يحب الثوم في الوصفه هذه. ونضيف عليهم حوالي ملعقه تاع الزيت كما شفتوا. ومن بعد راح نضيف التوابل اللي هي فلفل اسود، الكاري ضروري جدا في هذه الوصفه، اللي هو راح يمدلنا واحد البنه هايله في الدجاجه تاعنا، ما نقدروش نستغناو عليه. انا نسيت الكركم، ضفت القليل من الكركم. وراح نزيدو نضيفو كذلك الكزبر، يعني حطوا كميه مليحه من التوابل لانه الدجاجه لازمها تتبل مليح، ونحتاجو كذلك هاد التوابل بعد راح نحتاجوهم للخضر من بعد. راح نحط كميه من المعدنوس، وراح نحط الملح، ملحو مليح باش تجيكمش الدجاجه تاعكم مسوسه، ضروري اننا نحطو يعني كميه مليحه من الملح. وراح نخلط هاد التتبيله، نخلطها مليح، ونبدا نتبل في الدجاجه تاعي بعد ذلك. هاهي التتبيله صارت جاهزه. راح نجيب الدجاجه تاعي ونحاول اني ندهنها مليح بهذه التتبيله، ونحاول اني اذا كانوا هناك ثقوب يعني في الجلده تاع الدجاجه ندخل فيهم هذيك التتبيله باش تتبل لي مليح، باش تسمى تشرب الماكسيموم تاع البنه تاع التوابل هذوك. شوفوا هكذا، نحاول سورتو في الافخاذ اللي هنا تلقاو هذوك الشقوق تاع الجلده وين نقدروا ندخلوا تما التتبيله، ندخلوها جيدا. كذلك في منتصف الدجاجة، في الداخل في وسط الدجاجة نتبلو مليح باش تجينا بنينة من الداخل، ما تجيناش سامطة. اللي عندها الوقت تقدر تخليها الدجاجة متبلة حوالي 3 سوايع او 4 سوايع ومن بعد تستخدمها. اما اللي ما عندهاش الوقت فتقدر مباشرة تروح تطيبها. انا هنا طيبتها مباشرة، كنت مزروبة وما كانش عندي الوقت. ضروري فقط انكم تتبلوها مليح من كل الاماكن، يعني باش ما تجيكمش بلاصه مسوسه وسامطه ماهيش بنينه. راح نخلي هذه التتبيله على جنب لاني راح نحتاجها. واش بقى لي في البول تاعي، عندي 4 حبات عفوا بطاطا، ومعهم حبتين تاع الطماطم قصهم دي طرونش، وحبه بصل كبيره قصيتها كذلك مربعات صغيره. راح نجيب التتبيله تاعي نلم واش بقى منها، نضيف عليها نصف كاس تاع الماء، وراح نضيف عليها هادوك الخضر اللي كنت قصيتهم من قبل وجدتهم. هنا لكم الاختيار، يعني تقدروا تضيفوا لها زيتون مثلا، تقدروا تضيفوا اي اضافات اخرى تحبوها. انا هنا فقط حبيت ندير بطاطا عاديه مع طيب مع الدجاجه وتتبل بالتتبيله تاعها، تجي بنينه بزاف. نمزجوهم هكا جيدا بحيث انه هذوك التوابل يقيسوا لي القطع تاع الخضر كاملين.
بعدها راح نجيب هذا الصحن الزجاجي اللي يدخل الفرن، ونجيب كيس الشواء. بطبيعة الحال اللي ما يحبوش يخدموا في كيس الشواء يقدروا يخدموا مباشرة في هذاك الواحد الزجاجي، هذا الصحن الزجاجي اللي يدخل الفرن، تدهنوه بالزبدة وتحطوا فوق الخضر، لكن فقط من بعد لازمكم تغلفوه مليح بورق الطهي، ومن بعد فوق ورق الطهي ديروا لو بابي الومنيوم، ورق الالومنيوم، وتحاولوا فقط انكم تغطيو هذاك الصحن مليح باش الدجاجه تاعكم طيب لكم بشكل جيد يعني، وما تاخذ لكمش وقت طويل، وكذلك تبقى محافظه على كميه السوائل اللي فيها، مش حتجيكم ناشفه هي، والخضر مش حيجيو كذلك ناشفين. هنا انا حاولت اني نبسط هذا الكيس في وسط البلاطو باش يكفيني باش نحط الدجاجه بهذا الشكل، انه الدجاجه كي تعود موضوعه فوق الخضر تاعنا كي تعود قاعده طيب راح تطلق هذوك الزيوت والسوائل تاعها، يعني البنه تاعها كامله راح تهبط فوق هذوك الخضر، وزيد تتبلهم مليح وتبننهم. نقفل الكيس تاعي نغلقه باحكام، نغلقه مليح، وبعد ما نغلقه راح نحاول اني ندير فيه فتحه صغيره فقط بالسكين باش ما ينفجرش الكيس البلاستيكي في وسط الفرن كي يتعرض للضغط الحراري، لانه لو كان ينفجركم باغ من الاسفل راح يخرجوا ديك الكميه تاع السوائل بكل راح تخرج، وراح تجيكم الدجاجه والخضر ناشفين. نحطوهم في فرن على درجه حراره 180 درجه حوالي ساعه ونصف هكاك، ساعه على ساعه ضربوا طل عليها. لهنا الدجاجه تاعي راهي واجده تحمرت كما راكم تشوفوا فيها، حتى الخضر طايبين بشكل جيد، راح يطيبوا زبده. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الطريقه، هي طريقه سهله بسيطه، وتكوني على بالك الدجاجه تاعك حمرتيها في الدار في النظافه في النقاط، ما مش كيما تاكليها لبرا. نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.